بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يتجدد اللقاء بكم أحبابي الكرام في فيديو جديد ويوم جديد وكذلك عمل جديد. سمحوا لي على الغيبة الطويلة، لكن حيث جيت وجبت لكم الجديد دائما وأبدا. واليوم غادي نخدم معكم موديل كيهبل، موديل اللي يمكن يتلبس في المناسبات وكذلك يتلبس في الأيام العادية بأقل التكاليف، والأروع في من ذلك تكلفته وطريقته سهله جدا ومبسطه اللي غنعتمدوا عليها. فانا تنجتهد وتنحاول ما امكن نجيب لكم ونرضي جميع الاذواق ديال المشاهدين، وفرجه ممتعه. ما تنسوناش من الدعم ولي لايك ديالكم اللي به تنعرف ان اعمالي لها قيمه وفيها متعه وتبعات في النفس البهجه. وعلى بركه الله نبدا. اليوم غنحاول انا نغيروا شويه من مقابل الشعر. غنعتمدوا في هذا الفيديو ان شاء الله على عمل تكل الشعر بالاعتماد على السلك. غنحاول انا نعملو بحال شكل بندوات، ونحتاج كذلك الى شرائط الستان. غنحاول انا نغلفو. اول حاجه غنعملوها اننا غنغلفو بالاعتماد على مسدس الشمع. غنحاول انا نغلفو السلك ديالنا على هذه الطريقه. اذا كيف ما تيبان لكم، اذا نكونوا سالينا التغليف ديال السلك ديالنا على هذا الشكل. تنوصلوا تنجيبوا الاشكال اللي غنزينوا بها، وهادو كنا عملنا فيهم فيديو قبل ما قبل الاخير، يعني الفيديو ما قبل الفيديو الاخير كنا عملنا هاد الشكل ديال الوريدات. اللي بغاهم يرجع لهم الفيديو تفاديا لطول الفيديو ديالك. ورقات كنا عملنا كذلك طريقه العمل ديال هاد الورقات كيف ما تيبان لكم. وتزيين راه كيف ما تنقولها ديما، تزيين بقى اختياري. وعلى بركه الله نبدا. اول حاجه غنديروا اننا غنجيو لهاد الطرف ديال الاجزاء الحولانيه على هذا الشكل، ونجيو للطرف كذلك الاخير ونعملوا كذلك الثانيه. وهادو من الاكسسوارات الصراحه تيجيو رائعين جدا، تيجيو رائعين رائعه وجميله وجذابه في نفس الوقت. المهم تنخدموا على هذا المنوال وتنجيبوا الوريدات ديالنا وتنصفوهم كيف ما تيبان لكم. المهم نبدلوا شويه الديكورات وشويه طريقه العمل، ونعملوا كذلك حوايج بساط ورائعين في نفس الوقت كيف ما تيبان لكم. تمشوا على هذه الطريقه، تنساليو كامل الوريدات اللي عندنا، نحصلوا على هذا الشكل كيف ما تيبان لكم. غنزينوه، نكملوا التزيين ديالو. غنعتمدوا على هذه الفراشات، هادو عملناهم على شكل فراشات. نحاولوا اننا ندمجوا بين الورده ديالنا والفراشة. نحصلوا على هذا الشكل كما قلت لكم، اننا زينا بدوك الفراشات ديالنا الوريدات ديالنا. غنعملوا اشكال ديال الوريدات ديالنا. التزيين كما تنقول لكم، تزيين بقى اختياري. نزين بهذه الطريقه. نحصلوا على هذا الشكل كما تيبان لكم. نزيدوا باقي نعملوا تزيين اخر اللي يتعلق بالوريدات ديال هاد الطرف. ممكن تعملوا لي زيستراس كيف ما ممكن تعملوا
الوريضات اللي عملنا كذلك في واحد الفيديو، في فيديو اخر. المهم لكم الاختيار، ولا الا كان عندكم نتوما افكار اخرى العمل تتمه ديال هذا الجزء او هذه الاجزاء اللي هنا، فلكم ديما الاختيار يكون لكم. المهم انا غنكمل معكم وانا راجعه معكم. انا زينتو تتمه التزيين، انا زينتو بهاد الوريضات كيف ما تيبان لكم. نتمنى يكون واضح. زينتو بهاد الوريضات. نكمل معكم التزيين ديال الجزء الاخر. اذا بنفس الطريقه غنلصقوا وحده تنساليو هذا الجزء كامل. ممكن تعملوا لي زيستراس، ممكن تضيفوا اضافات، وممكن تخدموا باللي عندكم. المهم التزيين يبقى اختياري، واللي متوفر في كل بيت طبعا. المهم وصلنا لهنا، كنا عملنا هاد الجزء. غنحاول اننا نجيبو بالساتان كذلك، غنحاول ان نقطعوا قطع دائريه باش نسدوا الجزء الخلفي ديال الشكل ديالنا كما تيبان لكم. اذا نحصل على هذا الشكل، النتيجه كيف ما هي امامكم. تتجي رائعه، تتجي رائعه جدا، وتيجي في الشعار الصراحه رائع رائع بمعنى الكلمه. راه واخا الكاميرا ما تعطيش يعني الجماليه ديالو، ولكن فاش تتجربوه الله الا الصراحه رائع رائع جدا. المهم نساليو نكملوا ما تبقى من التزيين ديالنا، وهو اننا غنعتمدوا في هذه السده اللي كيف ما حاولنا اننا نعوجوها في الاول. غنحاول انني نعتمد معكم واحد الطريقه. المهم غتجيبوا شرائط الستان اي حجم، بيتوهم طوال بيتوهم قصار، لكم الاختيار. ديما تنقول لكم لكم الاختيار في كل شيء. اذا تنجيب شرائط الستان، انا شويه ما طولتهمش بزاف. المهم حاولت انني نزينهم من هذا الجانب كيف ما تيبان لكم. عملت لهم شكل وزينتهم كيف ما تيبان لكم. المهم تناخذوا انا كيف ما قلت لكم سابقا، تناخذوا تنعملوا هذا الجزء تندخله من هذه الجهه، وهذا الجزء تندخله من هذه الجهه كيف ما تيبان لكم. هنا انا عندي هذه الاشكال ديال الديكورات، غنحاول انني نعملهم كتزيين كيف ما تيبان لكم. تنعملوا عقده على هذا الشكل. اذا تنحاول اننا في الجانب الاخر من الشكل ديالنا غنعملوا نفس الطريقه.
هو اننا غنعملو كذلك اذا قلنا اننا ندخلوه في هذا الطرف كيف ما تيبان لكم، ونحاولوا بهذه الطريقه غنعملوا شكل كرافطه. وفي الاخير لا يسعني الا الشكر ديالكم على حسن المتابعه. هذا هو الشكل النهائي كيف ما جاكم. ما تنساوش تقولوا لي في الكومنتات كي جاكم. على امل اللقاء بكم في فيديو جديد ان شاء الله. الى ذلكم الحين لكم مني كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.